هو انت يا بنتي سرقتي حاجة وجاية تهربي عندنا وتلبسيها فينا؟ بتعملي ايه يا مجنونة؟ اصل انا اتصلت بالسوبر ماركت ده، هو اللي بقولك عليه يا بت، ركزي معايا هتودينا في داهية. وجاب الاندومي اللي اسمه كوري. اتفرجت عليه على الموبايل وبيقولوا حامي ومشطشط وحلو قوي، واحنا لازم ننزل نجيبه من الدليفري، هيجيلنا برا القصر ومش عارفة هنخرج ازاي، ده في حرس كتير تحت. ده احلى خبر سمعته في حياتي. برافو عليك يا بنتي يا ميوشة. طبعا هنخرج دلوقتي وهنروح نجيب الاندومي وناكل انا وانتي بقى ونتبسط للصبح يا بنت. يلا يلا علشان نروح نجيبه، ده انا فرحانة قوي، ده وحشني قوي الاندومي. كنت حاسة اني مفتقدة ومش عارفة اكل بصراحة، الاكل بتاعكم الدسم ده. منك ليها، ما اسمعش حسك ولا انت ولا هي، ولا في نزول ولا طلوع ولا في اندومي ولا زفت على دماغك منك ليها. بقى اندومي اللي بيموت الناس ده، عايزين تموتوا انتوا كمان؟ ناس كتير ماتوا بسبب الاندومي، افهموا انتوا الاتنين. طب ما احنا اهو زي الفل وما متناش، كلها اشاعات اشاعات. كبري دماغك بقى يا هاجر وخليكي عاجله زينا، ما احنا زي الفل اهو، لو كان صحيح كنا متنا. شفتي؟ كل عشاق الاندومي متفقين على نفس الكلام. مش دي جملتي برضو بذمتك يا بنتي؟ انا قلتلك انت مش عايز تفهميني، انت اللي مش هتفهمي منك ليها. يلا روحي يا مي على اوضتك ونامي، وانت يا ست المفعوصه تخمدي. بقولك ايه يا مي، خلاص انا فعلا ما بحبش الاندومي بصراحه، هو ممكن يموتنا ويجيب لنا تسمم. بقولك ايه، ما تيجي ننزل نقعد تحت في الجنينه؟ اصل بصراحه الجو حر وسقعه وبرد، احنا يعني الجو حر، تعالي ننزل. لا يا اختي انا هروح انام. اما بسمه كانت بتغمز لها. تعالي ننزل في الجنينه تحت، انا برضو مخنوقه قوي، تعالي. وفعلا نزلوا هما الاتنين. بقولك ايه، انت عارفه لو اتقفشنا، فاكره النخله، اطول نخله في البلد كلياتها اللي كان بيقولك عليها الطاووس، اقسم بالله لن نتعلق عليها انا وانتي. لو جبل قفشنا هيقفشنا ازاي يا عبيطه؟ هو نايم اصلا يا حبيبتي في سبع نومه. احنا هنتسحب ونجيب دلوقتي حالا الاندومي وندخل المطبخ انا وانتي ونقفل علينا الباب وناكله. يلا يلا. وفجاه سمعوا صوت، لقوا صوت عمران اللي كان مستغرب لأنه كان نازل المطبخ وسمعهم وهما بيتسحبوا على السلم، وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ انتوا رايحين فين انتوا الاتنين الساعة دي؟ تاني؟ عايزين تخرجوا تاني من الدوار علشان يحصل اللي حصل المرة اللي فاتت يا بسمة؟ لا تعدمني، مستحيل انا اعمل كده تاني. لا 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 لا، مين اللي ضحك عليك بس وقال لك الكلام ده؟ اصل انت ما تعرفش، اصل انا بمشي وانا نايمه، فوانا ماشيه قابلت مي معايا كانت ماشيه ورايا. زي ما بتقول لك كده يا عمران، اني ما عملتش حاجه، اني كنت نازله ولقيتها بتتسحب، فضلت اتسحب وراها علشان اشوفها رايحه فين. فهمت بعد كده انها بتمشي وهي نايمه. اقسم بالله انتوا الاتنين لو كنتوا بتكذبوا، انتوا عارفين كويس قوي لو جبل عرف اللي حصل النهارده ده ما هيرحمكم ولا هيسيبكم. على اوضتك منك ليها. حاضر حاضر يا عمران. وفعلا الاتنين طلعوا وخاب املهم، ما كانوش عارفين يعملوا ايه، خلاص فقدوا الامل في انهم يجيبوا الاندومي اللي كان نفسهم فيه. بيبصوا وراهم علشان يشوفوه لو مشي ينزلوا تاني ويتسحبوا ويكملوا طريقهم، لكن لقوا عمران واقف ورافع حاجبه. ها، خافوا وطلعوا يجروا بسرعة، إنما عمران فضل يضحك عليهم لأن كان منظرهم مسخرة. أما بقى هما الاتنين ما استسلموش. بقولك إيه، هو إحنا عادي السلم الخلفي ده محدش هيشوفنا يعني؟ إيه يعني محدش بينزل منه خالص؟ يعني عادي مش هنتقفش؟ لا لا ما تخافيش، مش هنتقفش ولا حاجة، محدش بينزل كتير في السلم ده، لأن السلم ده بتاع الخدم وبتاع ناس قليلة جوي يعني العمال. ما تخافيش يلا. في الوقت ده هاجر كانت نايمة وشبعانة نوم، لكن هي متعودة على وجود بسمة بتنام جنبها وبتحط ايدها عليها وبتحضنها وهي نايمة، لكن ما لقيتهاش جنبها. فتحت عينيها واستغربت. يا بسمة الكلب، انتي برضو نفذتي اللي في دماغك ونزلتي انتي والزفتة اللي اسمها مي. ماشي. نزلت جري على تحت علشان تدور عليهم في كل مكان، لأن خايفة بسمة تتوه للمرة التانية. أول بقى ما نزلت كان في الوقت ده طالع عمران وكان بيغمض عينه لأنه عايز ينام. هما الاتنين خبطوا في بعض. أم أنا آسف، اتخبطت فيكي غصب عني. هو انت رايحة فين انت كمان الساعة دي؟
وانت مالك؟ هو ايه اللي رايحه فين؟ انت هتحقق معايا؟ دي حاجه ما تخصكش، انا حره. وبعدين انزل اطلع، ما تشغلش بالك. انت مش كنت طالع؟ اتفضل. بس خراسي، عيب. انت ما تعرفيش يعني ايه حرمه تعلي صوتها على راجل في الصعيد، يبقى تستحق الدفن. فاهمه؟ ما تعلي صوتك تاني. وقوليلي، كنت رايحه على فين الساعه دي؟ ولا انت عامله رباطيه انت وبسمه ومي؟ ايوه، هو ده. هو فين بقى بسمة ومي؟ الاتنين كانوا عايزين يشتروا اندومي، واتصلوا بالسوبر ماركت وجاب لهم الدليفري الاندومي بره القصر، وكانوا نازلين علشان يجيبوه، وانا خفت بقى يمشوا ولا يتوهوا ولا يحصل لهم حاجه. وبعدين انا رافضه اصلا انها تاكل الاندومي. فهمت بقى انا نازله بجري ليه؟ علشان الحقهم. يا ولاد يبقى هربوا. هما فعلا كانوا نازلين من هنا دلوقتي، بس طلعوا على الأوضة. لا، ما طلعوش على الأوضة. هما تقريبا ضحكوا عليا وعليك وأكلونا البلوزة. بقولك ايه، مفيش سلم يعني داخلي هنا ولا هنا؟ سلم؟ في سلم. أكيد هربوا من السلم الاتنين. طيب، أنا هوريهم. بقولك ايه، احنا لازم نلاقيهم الليلة دي قبل ما حد ياخد باله. طيب وبالنسبة للرغي الكتير، هو انت لسه هتتكلم وهتحكي؟ ما تيلا بسرعة، خلينا نشوف هنلاقيهم فين البلوتين دول قبل ما يحصل مصيبة وحد من الكبار يعرفه. طيب يلا، تعالي ورايا. وفعلا مشيت وراه علشان ينزلوا من السلم الخلفي بتاع الخدم ويدوروا عليهم في كل مكان. إنما بقى مي وبسمة كانوا قدروا فعلا يخرجوا من القصر، وكانوا مستخبيين جنب عربية، وفعلا أخدوا الإندومي كوري من بتاع الدليفري. لكنهم كانوا مصدومين أول ما شافوهم. اتقفشنا. لكن الحمد لله، حمدوا ربنا إنهم ما شافوهمش. ركبوا العربية وطلعوا بسرعة جري. أوبا، شكلهم هيدوروا علينا بره القصر وهيتأخروا. وورايا يا مي بسرعة. تفتكري يعني ممكن يكونوا راحوا فين؟ بصي، أنا بخمن يعني إن بتاع الدليفري مجهاش، أو جه ما لقاهمش ورجع تاني على السوبر ماركت، فهم بقى راحوا ياخدوه من السوبر ماركت نفسه. أكيد عندك حق، هو أكيد ده حصل، لأن هم مش موجودين في القصر خالص. بصراحة أنا بخاف قوي على بسمة. أنا ما عنديش حد في الدنيا غيرها، وبابا ربنا يخليه لنا. بعد ما ماما توفت هي بقت كل حياتي، وبحس إن هي زي بنتي. أرجوك يا عمران لازم نلاقيهم. ما تقلقيش، هنلاقيهم وهرجع لك بسمة إن شاء الله. بس أنا أحب أشكر بسمة وأشكر مي إنهم خلونا ننزل السعادة مع بعض. هاجر وشها أحمر، اتكسفت جدا وبصت في الأرض. شكرا. أما بقى عمران كان بيضحك وكان فرحان من كل قلبه. كان حاسس بمشاعر غريبة، كان حاسس إنه عايز يقعد معاها أكتر كمان وكمان. الشباك بتاع العربية كان مفتوح، وهاجر كانت بردانة جدا. بص عليها عمران ولقاها حاضنة نفسها بإيديها. حس وقتها إنها سقعانة. قفل إزاز العربية وقال: أقلع عليك الجلابية بتاعتي، شكلك كده سجعانة. هقلعها لك وانتي البسيها وتدفي بيها، ايه رأيك؟ لا لا، ميرسي جدا يا عمران. انت خلاص لما قفلت الشباك بقيت كويسة. اصل بصراحة الجو برد قوي دلوقتي، احنا هنفضل نلف عليهم كده كتير، انا تعبت. بسمة ومي اكلوا الاندومي وبقهم كان كله صلصة، وبطنهم كانت عاملة زي الحامل بالظبط. كانوا عاملين زي الزومبي الحوامل، ازاي مش عارفة. بعد ما اكلوا الاندومي بطنهم اتنفخت فجأة، وما كانوش قادرين يتنفسوا، وكل حتة في الأوضة كانت كلها صلصة حتى بقهم. بقولك ايه، بطني بتتقطع، مش قادرة. وبعدين بقي نار، ده حراق قوي. بقولك ايه، ما تنزلي تجيب لنا لبن من التلاجة، انا مش قادرة. انا بقي مولع نار وبطني بتوجعني. بقولك ايه، اني كلت اكتر منك ومش قادرة اكتر منك، فاني مستحيل انزل تحت ولا اوريهم خلقة ايدي. فجأة هما الاتنين بقوا بيتسابقوا مين فيهم يدخل الحمام. كانوا حاسين ان خلاص الدنيا بتلف بيهم، وكانوا تعبانين جدا من كتر الشطة. والله يا حبيبتي، انا موجود هنا بس في الصعيد علشانك انتي في النهاية. انا قلتلك بسمة خلاص هتتجوز جبل، وهاجر ربنا يعدلها لها هي كمان. اول ما تتجوز هاجيلك على طول ونكتب الكتاب ونتجوز انا وانتي يا روح قلبي. انتي كمان وحشتيني. انت وحشتني قوي. وبعدين يعني انت هتفضل بقى قاعد في الصعيد كتير وسايبني؟ وبعدين انت عارف ان انا بحبك وعايزه اتجوزك بقالي كتير، وكل ده مستنيه البنات علشان خلاص يتجوزوا بقى،
وبعدين نتجوز انا وانت يا حبيبي. وبعدين يا سونسون يعني انت هتفضل سايبني في القاهرة لوحدي؟ انا عاوزاك تبقى جنبي على طول يا بيبي. معلش يا حبيبتي، انا عارف انك زعلانة علشان انا اتأخرت في الصعيد، بس انا قاعد لغاية ما نشوف بقى هنعمل ايه في كتب الكتاب والفرح. احنا اصلا لسه ما خطبناش الولاد. بعد ما نخلص كل حاجة هرجع لك يا حبيبتي وهنتجوز واعمل لك كل اللي نفسك فيه. يلا تصبحي على خير. وبعدين بقى، هو انت هتفضلي تتحايلي على الراجل العجوز ده علشان تتجوزيه؟ انا عارف انك عايزة كل اللي حيلته، بس وبعدين انا بقى فين من حياتك؟ انت انت الحب كله يا بيبي. هو انت معقول يعني هتغير اصلا من راجل عجوز خرفان زي ده؟ انا اصلا بضحك عليه علشان يتجوزني، وهو اصلا فاضل له يومين وخلاص يفلسع وتلاقيه في الترب، واخد انا بقى كل اللي وراه. فهمت يا روح قلبي؟ فهمت يا حبيبتي. طيب ربنا معاكي ويتولاكي بقى، وخططي بقى مع نفسك، انما انا هروح عند مراتي دلوقتي. سلام. طب وبعدين بقى دلوقتي يا عمران؟ احنا رحنا السوبر ماركت وقالوا لنا ان مفيش حد جه، وبيقولوا ان الدليفري سلم الاوردر. تفتكر يعني هما كانوا مستخبيين في القصر واستلموا الاوردر عادي جدا؟ طب وبعدين احنا هنفضل ماشيين كده بالعربية كتير؟ انا خايفة بابا يصحى ويتضايق. هو في اجمل من اننا نمشي بالعربية في الوقت المتأخر ده، وجنبنا الخضرة والهوا والوجه الحسن؟ اتكسفت هاجر وما كانتش عارفة ترد عليه تقول له ايه. أني محظوظ وابن محظوظة بقى. عمران، وبعدين أنا عايزة أروح علشان الوقت اتأخر جدا. وبعدين بقول لك ايه، أنا صحيح هتصل بيها وأشوفها يمكن ترد. ألو. أيوة يا ست هانم، انت فين؟ والله يعني انت في البيت؟ طيب دقيقة وهكون عندك. أخيرا ردت عليا، ما كانتش بترد الهانم، دلوقتي بتقول إنها في البيت. يلا يا عمران بسرعة على البيت علشان أشوف الهانم دي كانت فين وكانت بتعمل إيه واتأخرت ليه. معميع عمران من جوه، معموعة. دقيقة وأوصلك على هناك يا قمر، مع إنه لو عليا عايز أفضل ماشي كده شهر. أما بقى البنتين كانوا خلاص تعبوا جدا وندموا آخر ندم بسبب الاندومي الغريب اللي هم اشتروه. دخلت هاجر عليهم وهي بتزعق، انتي وهي كنتوا فين؟ انطقوا قولوا. السوبر ماركت بيقول ان الدليفري جاب الاندومي. طبعا اكلتوه، علشان كده قاعدين عاملين زي الميتين. ان شاء الله هتموتي انت وهي علشان تصدقوا ان فعلا الاندومي بيموت. ايه مكتومين ليه؟ ما بتردوش عليا وخليتوني انا وعمران ندور عليكم في الشوارع. بقولك ايه يا هاجر، انا اصلا ندمانه على اليوم اللي فكرت اصلا اكل فيه اندومي. سيبينا في حالنا بالله عليكي، احنا خلاص تبنا وندمنا ومستحيل ناكل اندومي تاني. والله يعني خلاص بطني سكاكين في بطني، معدتي خلاص اتدمرت. انت عندك حق يا هاجر، احنا اصلا مش هنعمل كده تاني. ارجوكي بقى كفايه تقطمي فينا، احنا اصلا فينا اللي مكفينا. تصدقوا انا كنت جايه وناويه اعلقكم، وكنت ناويه كمان احكي الجبل علشان تبقى ليلتكم سودا ويعلقكم في اطول نخله في البلد كلها. بصراحه كنت هفرح قوي، بس بصراحه يعني اللهم لا شماتة. شكلكم يضحك وشكلكم اخدتوا الدرس بجد. اما تاني يوم الصبح كان قاعد الجد ومجمع الشباب، وكان بيقول لجبل، خير يا ولدي، أنا سبتك امبارح علشان تتكلم مع العروسة، حددتوا ميعاد؟ والله يا جدي حضرتك عارف إن إحنا أصلا مش موافقين على الجوازة دي من البداية، ولا إني رايدها ولا هي رايداني، بس حضرتك بقى اللي تقدر تحدد الميعاد وتحدد كل حاجة، هي جوازة والسلام. أيوة يا ولدي، بس برضو لازم أخد رأيكم في كل حاجة، وما تقوليش جوازة والسلام تاني. قلتي إيه يا بسمة؟ أنا قلت إن جبل ده لو آخر راجل في العالم كله مستحيل أتجوزه. لو قتلتوني ودفنتوني حية برضو مش هتجوزه. إيه ده؟ الحديث الماسخ دي لعب عيالي ياك. ماشي يا بنت حسن، هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك، والله لا تتجوزوا في أقرب وقت ممكن. ماشي، أنا هوريك يا بنت حسن. إيه ده بس يا جدي، ما تقلقش، أنا هتحدث معاها. المهم دلوقتي تهدى علشان صحتك، أنا عارف هعمل إيه كويس قوي. ارتاح. وفعلا سابه. أنا يقول جوازة والسلام وبيتجوزني وخلاص؟ ليه إن شاء الله؟
هو انا مش لاقيه للدرجه دي ولا انا رميه؟ بغل وحيوان وقليل الذوق. وبعد شويه لقيته داخل عليها وعمال يزعق. على فكره اسلوبك ما كانش حضاري، واسلوبك وحش قوي، وبعدين جدي تعبان، اقسم بمن احل قسم. جدي لو اتضايق ولا زعل تاني باسلوبك الغير متحضر ده لا هعرف اربيكي، وتفهمي يعني ايه لسانك ما يطولش وصوتك ما يعلاش على رجلك، فاهمه يا واكله ناسك؟ ايه؟ راجلي مين يا عينيا ان شاء الله؟ لا يا حبيبي ما تلزمنيش. الراجلي قال راجلي ده لما تكون جوزي، وانا مستحيل اتجوزك، مستحيل اكون على ذمه واحد زيك. وبعدين انت اصلا مجبور على الجواز، عايز تتجوزني ليه؟ ها؟ انا كمان مجبوره على الجوازه زيك بالظبط. اوعى تفتكر اني هموت عليك. انزلي وانتي بتتحدثي معايا، وتكلمي بصوت واطي، وتبصي في الارض وانتي بتكلميني، وقتها ارد عليكي واكلمك كبني ادمه. نعم يا اخويا، ابص في الارض ليه؟ كسر عيني ولا ايه؟ وبعدين يعني ايه اكلمك كبني ادمه؟ امال انا ايه، برص متشعلق على الحيطه؟ حاسب، اوعى من قدامي، خليني امشي. واتعصبت جدا وكانت بتصرخ باعلى صوت وهي ماشيه بسرعه جدا ومش طايقاه. فجاه ما كانتش شايفه البيسين قدامها ووقعت في الميه. كده تكون نهاية حلقة النهاردة. عايزة أقول لكم الحلقة الجاية ضرب نار. القصة دي مشوقة جدا ومتأكدة إن كلكم هتحبوها. هستنى آرائكم وتوقعاتكم في التعليقات، وكمان كلامكم الجميل اللي دايما بيسعدني. وادعولي لأني عندي برضو تعبانة جدا. ألقاكم في الحلقة القادمة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.